واخا بزاف كيهضروا عليها، ولكن قليل اللي فاهم شنو هي بالضبط. الكاريبي المنطقه اللي كتشوفها في الافلام، جزر زوينه، شواطئ بيضاء وبحور كتحمق، ولكن واش فعلا غير منظر سياحي ولا كاين ما هو اعمق؟ بقى معايا وغادي نقربك لهذا العالم اللي كيسحر الملايين. اول حاجه، الكاريبي ماشي دوله، هي منطقه كامله وسط البحر كتجمع الالاف ديال الجزر. باش نقول لك الرقم الحقيقي، كاين اكثر من 7000 جزيره، والمكان ديالها بين جنوب شرق امريكا وشرق امريكا الوسطى وشمال امريكا الجنوبيه، يعني وسط داير ولكن كله طبيعه خطيره. الكاريبي فيها دول بزاف، وماشي غير دول مستقله، حتى اللي تابعين دول اوروبيه. ومن اشهر الدول كاينه كوبا، اكبر جزيره في الكاريبي، كاينه جامايكا، بلاد الريغي، بوب مارلي والاجواء الهادئه، هايتي والدومينيكان، جوج دول في نفس الجزيره. باهاماس، جزر خياليه للمشاهير، سانت لوسيا، غرينادا، ترينداد وتوباغو. والدول اللي تابعين لاوروبا كاينه غوادلوب ومارتينيك تابعين لفرنسا، الجزر العذراء البريطانيه تابعين لبريطانيا، كوراسو وبونير تابعين لهولندا، بورتريكو تابع لامريكا. بالنسبه للغات والثقافات، التنوع اللي كاين في الكاريبي ما كتلقاه في حتى بلاصه اخرى. علاش؟ حيت المنطقه دات من ثقافات بزاف، الانجليزيه، الاسبانيه، الفرنسيه، الهولنديه، وحتى لغات ولهجات محليه. والثقافه خليط بين السكان الاصليين القدام، الاوروبيين اللي جاوا مع الاستعمار، الافارقه اللي تجبروا ينتقلوا لهذه الجزر. شنو كيعطينا هذا الشيء في النتيجه؟ موسيقى بحال الريغي والصول والرقصات الحيه، وكلات زوينه، والشعب اللي معروف بالفرحه والانغام. دابا نهضروا شويه على التاريخ. المنطقه كانت عامره قبل الاف السنين، ولكن التاريخ تبدل بزاف. عام 1492 ملي وصل كريستوف كولومبوس، من تما بدات مرحله الاستعمار. الاسبانيين، الفرنسيين، الانجليز، الهولنديين، كل واحد بغى نصيبه. هذه الفتره كانت صعيبه بزاف على السكان الاصليين وعلى العبيد اللي تجبروا بالقوه، ولكن مع الوقت ولات الكاريبي منطقه حره، والناس فيها داروا هواياتهم وثقافتهم الخاصه. وبالنسبه للطبيعه والخيرات اللي في هذا الكاريبي هي فعلا جنه فوق الارض. شواطئ ما كتشبعش تبقى غير تتفرج فيهم، بحر صافي لدرجه كيبان القاع، غابات استوائيه، جبال بركانيه، شعوب مرجانيه، طقس زوين طول العام. الطبيعه جذبت الملايين ديال السياح في العالم كامل، وهذا الشيء كيبين لنا باللي السياحه ديالها غادي تكون هي رقم واحد. وهذا الشيء اللي كاين، السياحه هي رقم واحد في الاقتصاد ديالهم. فنادق، الرحلات البحريه، الغطس، الجزر الخاصه، كلهم مصدر قوي ديال الفلوس. كاين ايضا الفلاحه، وخاصه القصب السكري، الموز، الفواكه الاستوائيه وغير ذلك. وكاين كذلك الصيد البحري والموانئ اللي كتربط بين القارات. باختصار، كاريبي هي منطقه ماشي دوله، لكنها عالم خاص، تاريخ، ثقافات، طبيعه، الوان، موسيقى، كل جزيره فيها قصه. وحاليا كاين بعض المصادر اللي كيقولوا باللي الكاريبي